السلام عليكم. ظلت الرباط حريصة على تسوية نزاع الصحراء عن طريق الحل السلمي المتفاوض بشأنه تحت إطار الأمم المتحدة، الهيئة التي رعت اتفاقا لوقف إطلاق النار أواخر عام 91 بين القوات المغربية وميليشيات البوليساريو. بموجب هذا الاتفاق انتشرت قوات أممية تعرف بالمينورسو على مقربة من المنطقة الحدودية للسهر على الالتزام بوقف إطلاق النار. يسري هذا الوضع على منطقة الجرجرات التي تقع على بعد 11 كيلومترا من الحدود مع موريتانيا. لا يتعدى طول الجرجرات حوالي 4 كيلومترات، وهي منطقة اعتبرتها الأمم المتحدة نقطة عازلة، وهي تبعد عن شواطئ المحيط الأطلسي بحوالي 5 كيلومترات. هذه النقطة الحدودية عرفت قبل أيام توترا نجم عن استفزازات وقف وراءها عناصر محسوبون على جبهة البوليساريو. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت توقيف عناصر الجبهة الانفصالية لعربات مغربية بسبب حملها علم المغرب وخريطته الترابية. وحسب شهادات لسائقي شاحنات مغربية فقد تعرضوا لمضايقات من عناصر البوليساريو. بسبب هذا المستجد ونظرا لالتزامات المغرب اتجاه اتفاق وقف إطلاق النار، أجرى الملك محمد السادس في وقت سابق مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. خلال هذه المكالمة نبه الملك إلى خطورة الوضع الأمني في المنطقة جراء استفزازات البوليساريو، وطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الممارسات التي قال الملك محمد السادس إنها تهدد اتفاق وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار الإقليمي بمنطقة الصحراء. عقب هذه المكالمة الهاتفية واستجابة لطلب الأمين العام للأمم المتحدة، قامت القوات المغربية بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة، وذلك للحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي كما ورد في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. واستنادا إلى نص هذا البلاغ فإن الرباط عبرت عن أملها في أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية وضمان مرونة حركة النقل الاعتيادية. وقد لقي القرار المغربي إشادة واسعة النطاق من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة التي عدت الانسحاب خطوة إيجابية فيما وصفه الاتحاد الأوروبي بالخطوة الهامة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فأشادت على لسان سفارتها بالرباط بالمبادرة المغربية التي جاءت حرصا على استقرار المنطقة واحترام التزامات المغرب المتعلقة بالأمن والسلام.